في البداية ألف مبروك لمنتخب المغرب، والبرونزية قليلة عليهم جدا. هما حقهم يا فضة أقل حاجة يا ذهب، تمام، وكلنا عارفين المستوى بتاعهم عامل ازاي. لكن انت صارف مليار باوند على البعثة و... والدكة بتاعت المنتخب الأولمبي فيها ميسي وفيها قطة وفيها بلال مظهر وشوية ناس محترمة تانية قاعدين عليها. كنت مستني ايه بقى؟ كنت مستني تخسر 7 8 6؟ كنت مستني تخسر العدد ده من الاهداف عشان تعرف انك ماشي غلط في كل الاصعده، في كل الالعاب الاولمبيه ماشي غلط. صارف الفلوس دي راحت فين كلها؟ مليار باوند راحوا فين؟ ميسي ايه بقى ده؟ يعني انت لما اتحطيت في ظرف زي اصابه زيزو، مين بقى اللي سد مكانه؟ ميسي. عمل ايه ميسي؟ مين قطه ده؟ واي حد هيلوم ميكيلي، روجيه ميكيلي المدير الفني بتاع المنتخب الاولمبي، يبقى ما بيفهمش حاجه. اي حد هيلوم الراجل ده ما بيفهمش حاجه. الراجل ده بيغزي برجل حمار. الراجل ده الحق بتاعه يخرج من المجموعات. الراجل ده كسب منتخب اسبانيا وكسب منتخب باراجواي ولعب منتخب فرنسا. منتخب فرنسا كسبه بالعافيه باللعيبه اللي معاه دي، لان الكوره في الاخر تكتيك، والراجل ده دماغه توزن بلد، والراجل ده لازم تخليه مشرف عام على الكوره المصريه كلها. ما ينفعش اللي حصل ده من اللعيبه دي. البدني بتاعك يقع. الاهلي ليه ما سبتش منعم؟ ليه ما سبتش امام؟ وفروا للراجل العناصر اللي هو عاوزها. دي كانت لازم تكون النتيجه، كانت لازم النتيجه تبقى كده. ما تقنعنيش هتقول لي البدني ومش البدني. هقول لك فروقات فرديه يا بيه، فروقات فرديه. انا مش هلاعب منتخب المغرب الاولمبي بالمنظر ده وهم باللعيبه دي بسعد ميسي وبقطه وبمظهر، وشويه شويه هروح اجيب لهم حمو بيكا. ما ينفعش. الراجل اللي اسمه ماتيبا مهاجم منتخب فرنسا ده، لو كان عبد المنعم اللي كان ماسكه كان ايه اللي جرى؟ لو كان عبد المنعم اللي كان ماسك الراجل ده كنا خسرنا كده؟ كان هيبقى عندنا امكانيه ان احنا نلعب اسبانيا في النهائي. انت اتحطيت في ظرف وعمر فايد اتطرد. لو كان عمر فايد دوت مكانه عبد المنعم، كان هيتطرد ولا كان عنده خبره؟ كان هيعرف يتمالك اعصابه ساعه الفار؟ احنا ماشيين غلط ومستمرين في الغلط وبنكابر، والخوف ان بعد كل العبث ده من اتحاد الكوره وكل العبث ده من الانديه مع المنتخب الاولمبي نسمع خبر اقاله روجيه ميكيلي من المنتخب الاولمبي. انا لساني عجز حرفيا. الف مبروك لمنتخب المغرب قولا واحدا.